النهارده انفنتينو عقد اجتماع رسمي صباح اليوم مع اللجنه المنظمه للفيفا، واشاد اشاده بالغه بالمنتخب المغربي وما وصل اليه، واشاد بالبنيه التحتيه للمغرب، واقر بتنظيم المغرب لمونديال الانديه القادم بعد ان راى ان المغرب تمتلك ملاعب عالميه تضاهي بها الملاعب التي تتواجد هنا في قطر، والنسخة القطرية هي أفضل نسخة لكأس العالم على مر السنين. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. ألف مليون مبروك، اعتراف رسمي من أنفنتينو بأن المملكة المغربية تمتلك أفضل الملاعب العالمية التي تضاهى بها الملاعب العالمية، وهي بالفعل ملاعب أوروبية على أرض أفريقية. وقال أنفنتينو بأن المنتخب المغربي كان خير من يمثل الأفارقة في نصف النهائي كأس العالم، وعلى المغاربة أن يفتخروا بما وصل إليه المنتخب المغربي في كأس العالم. وأشاد أنفنتينو بأن النسخة القطرية من كأس العالم هي أفضل نسخة على مر العصور، وأثبتت بأن النسخة التي تلعب في الشتاء أفضل كثير الصيف. وقال أنفنتينو أيضا بأن النسخة القادمة من كأس العالم للأندية سوف تلعب ب 32 فريق. النسخة الأخيرة التي تلعب في المغرب هي آخر نسخة تلعب بالشكل القديم، وبما أن النادي الوداد المغربي هو حامل اللقب وسوف ينظم البطولة المغرب، سوف يأتي النادي الأهلي وصيف بطل النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا، سوف يشارك نادي الوداد المغربي والنادي الأهلي المصري من أفريقيا ونادي الهلال السعودي من آسيا. بشكركم شكرا جزيلا، سلام عليكم.